السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم هاد التحليه ديال البيستاج اللي كتجي رائعه، لا في المنظر ولا في المذاق ولا في كل شيء. مهم عليكم تتبعوا غير الفيديو من الاول للاخر باش تعرفوا كيفاش عملتها بدون كريم شونتي. عندي هنا بسكوي ماريا وزدت عليه شويه ديال الزبده مذوبه، وعادي نحرك. غنحسوا بالخليط غير مرمل، يعني ماشي كيتجمع بزاف، غير مرمل. عفوا. عندي هاد الكؤوس هادو، يعني يمكن لكم تستعملوهم حتى في كؤوس عاديه، انا كنستعملهم في هاد الكؤوس هادو ملي كيكون ماجي عندي شي حد. كنعملوا الطبقه الاولى ديال بيمو. هانتوما كيف ما كتشوفوا الفيديو راه واضح. هنا كنزيد كميه دابا اللي قليله، وبهاد المعلقه نيت كنعمل حتى كنساويها شويه بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي نمشيو للكريمه. غنعملوا نصف لتر ديال الحليب، 2 معالق ديال المايزينا كبار، 2 معالق ديال السكر حسب الذوق. عندي هاد كريمه ديال الفستق، انا كنشري غير هيدا ما كنشريش السطيله كامله اولا هذا، كنشري غير 100 غرام في المره ملي كنحتاجها. وكنحركوا ملي كنعملوها فوق البوطه راه كيذوب داك الكريمه ديال البيستاج. غنعملوها فوق نار هادئه مع التحريك، يعني ما نوقفوش من التحريك نهائيا. ملي كنشوفوها بدات كتعقد شويه كنبداو نعملوها بهذا الشكل هذا، يعني ما تعقدش، ما نخليوهاش تتعقد بزاف باش تجينا سهله نعمروها في الكؤوس. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، حتى كنكمل الكؤوس ديالي كاملين. وعادي نعملوها تبرد على الاقل ساعه ديال المكانه. هنا غادي نزين بديك الكريمه ديال البيستاج من بعد ما عملتها في حمام مريم باش تذوب شويه، لان كانت عندي ديجا في الثلاجه كانت قاصحه شويه. غنستعملوها بهذا الشكل هذا. واذا عندكم حتى ديك كيس بلاستيك ديال اللي كنزينوا به الحلويات ممكن تستعملوه. انا ما موفرش عندي في هذا الوقت هذا، يعني استخدمت غير معلقه. وكنزينها بحبيبات بيستاج، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. وهنا كيف ما